السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي ابو فارس كده هيجهز لنا الفطار. كده بيشوي بتنجان بقى، هيعمل لنا بابا غنوج. وهو كده بيخرط البصل، هيعمل شكشوكة، يعمل شكشوكة بالبيض. هو قال بقى انا اجازة النهاردة، هجهز لكم الفطار. قلت له استنى بقى اصورك وانت بتجهز لنا الفطار. كده خرط البصل، كده برضو هيخرط الطماطم. هو طبعا هنا هيقطع كمية طماطم كبيرة، عشان هيستخدم هيعمل فول بقوطة وهيعمل شكشوك. عايزاكم بقى كلكم كده تشجعوه عشان ادخله المطبخ بعد كده واخليه يعمل الاكل. هو شاطر على فكرة، وشيف شاطر يعني ولما بكون تعبانة ولا حاجة بيخش والله يعمل الاكل وكده، وبيعرف يطبخ ويعمل كل حاجة. طبعا هو كده بقى لما بيسيب الحاجة اللي بيعملها بيكون بيقلب في البتنجان. انا واقفة جنبه بقى بشرف عليه طبعا. هو كده بيقطع فلفل حامي عشان هو اللي بياكل بس فلفل حامي، انما انا والولاد ما بناكلش فلفل حامي، بناكل فلفل بارد. فهو بيقطع حامي لنفسه وبارد لينا احنا. هو كده قطع كمية الطماطم دي كلها، هياخد منها حبة للبابا غنوج للشكشوكة، وياخد حبة للفول بقوطة. هو كده قطع البارد وكده بيقطع الحامي بتاعه هو. هو بيحب الفلفل الحامي يعني. طبعا انا معلقاله البتاع اللي في المطبخ دي عشان بينزل بقى فيها هو كده بيقطع الثوم. انا قلت له ادقه لك او ابشره لك، قال لي لا هقطعه. فطبعا هو لازم بقى يعمل الاكله كامله. عايزه بقى الفيديو ده لايكات كتير كده عشان خاطر ابو فارس. واتمنى لو كنت جديده حبيبتي معايا كده تنوريني. كده حبايبي بيقشر البتنجان اهو. هو كده البتنجان استوى، بس عشان سخن مش عارف يقشره يعني كويس، سخن قوي عليه. انا قلت له سيبه يبرد، قال لي لا، لازم اقشره وهو سخن. كده حبايبي بقى بيهرس البتنجان كده بالهراسة. طبعا كان في بقى كيس طحينة واحد، قال لي لا انا هعوز طحينة تاني، فنزلني بقى جبت له طحينة تاني، وجبت له خل عشان ما كانش فيه خل. كده حبايبي حط حبة توم اللي هو مخرطهم على البابا غنوج كده، وهيفضي بقى الطحينة.
انا عايزة بقى الفيديو بتاعه ده يجيب لايكات كتير يا حبايبي. وكده حط فلفل اخضر، كده بيحط ملح. شجعوه بقى كده يا حبايبي. كده حط كمون. وقال لي لو الفيديو بتاعي جاب لايكات كتير والمشتركين كتروا، هعمل اكلات بقى في المطبخ، وانا هخش المطبخ واعمل اكل. فانتوا بقى عايزاكم تشجعوه بقى كده. كده حبايبي بقى ولع الطاسه اهوت. هيحط بقى فيها حبه زيت كده يا حبايبي. بقى هيعمل الصلصه بتاعت الشكشوكه. هيكتر بقى، هيعمل الصلصه بتاعت الشكشوكه وبتاعت الفول بقوطه في نفس الوقت. وهينقص بقى ما ايه للفول بقوطه في الاخر. يعني هو كده حط البصل. كده بقى هيفضل يقلب فيه لحد ما البصل لونه يصفر كده، مش يصفر غامق، لا يا دوب يدبل كده. كده حبايبي نزل بالثوم بعد ما البصل اصفر، بعد ما البصل دبل كده نزل بالثوم. طبعا ما ينفعش تحط البصل مع الثوم مع البصل وهو لسه بيتحمر في الاول. لا، بعد ما البصل يتحمر كده يصفر بتنزلي بالثوم. بعد كده نزل بالثوم، وبعد كده نزل بالفلفل. واهلا وسهلا بكل اخواتي اللي دخلوا نوروني كده وشرفوني على راسي من فوق. كده حبايبي بقى نزل بكمية القوطة اللي هو عاملها كلها، عشان طبعا زي ما انا قلت لكم هياخد للفول بقوطة منه، من الخلطة اللي هو عملها دي. هنا بيحط ملح. وماسك لنا السجارة في ايده مش عارفة ليه. يلا مش مشكلة. حط كمون. قال لي لا ده الموضوع هيطول، وحط فلفل اسود. قال لي لا الموضوع الفطار هيطول وانا بعمله كده، فلازم احط ايه، اشرب سجارة. قلت له ماشي. فكده حبايبي بقى ايه، بعتني جبت طحينة تاني اهوت. نعزلها برضو كده على البابا غنوج. هو كده قسم البابا غنوج على طبقين، عشان طبق هيحط عليه فلفل حامي ليه، والطبق التاني فلفل بارد. طبعا انا بناوله بقى الزيت اهوت. كده حبايبي بيحط خل برضه اهو على البابا غنوج، وهيحط زيت. هنا حبايبي بقى كان ناقص حبة للفول. شال حبة للفول كده في الحلة اللي انتوا شايفينها دي. وكده بقى بيضرب البيض، ونزل بقى بالبيض على على الطماطم والبصل والفلفل والثوم اللي هو عامله. كده بقى هيفضل يقلب فيه كده. اللي ما بيعرفش يعمل شكشوكة بقى طريقتها سهلة. طبعا لو انت شاب بقى متغرب وكده برا، وما بتعرفش تعمل الحاجات دي، الفيديوهات دي هتفيدك. تجيب الفيديو طبعا وتشغله وتشوف بقى طريقتنا ازاي وتعمل. يعني ما تشيلش هم اي حاجة يعني. هنا حبايبي بقى دي الصلصة اللي هو الطماطم اللي هو نقصها عشان يعمل الفول بقوطة. كده هينزل بالفول. كده بقى هيقلب الفول كده، وهيسيبه برضو على النار يتسبك، يستوي بقى شوية كده في الطماطم اللي احنا عاملينها. وكده صينيتنا جاهزة معانا حبايبي. معانا برضو عمل اهوت البابا غنوج، وعمل الفول بقوطة، ومعمل الشكشوكة، ومعانا عسل، ومعانا لانشون.